سلام الله عليكم أحبابنا ومتابعينا في كل مكان. أسأل الله أن يسعدكم وأن يبارك فيكم يا رب. أعمل الخير ولا تنظر إيش المردود، بعدين ربي بيعوضك. الملياردير السعودي الراجحي يقول: كنت في المدرسة في الابتدائية وهو طفل صغير مع الظروف الصعبة، فقالوا معهم رحلة في المدرسة والاشتراك ريال واحد. قال: ما كان عندي ريال واحد، حزنت وبكيت وتندمت وقلت يا رب سهلها لي. فراح عند أهله وأهله ما كان عندهم شيء، ما قدروا يوفروا له الريال. فسبحان الله المدرس فلسطيني أعطاه مسألة في الصف وقال اللي بيحلها له جائزة. فقام الراجحي وحل المسألة فأعطاه ريال سعودي هذا المدرس الفلسطيني. فرح الراجحي فرح شديد، ما المدرس ما كان يخطر على باله، وذهب على طول وسدد قيمة الاشتراك في الرحلة وضحك ومرح. المهم عوضها الله وأصبح ملياردير سعودي. أول من الأشياء اللي فكر فيها المدرس الفلسطيني، كيف هذا المدرس، كيف وضعه، هل أعطاني هذا الريال مكافأة أو صدقة أو المهم. قال: ما يهمني، المهم أني أبحث عن هذا المدرس. فبدأ يبحث عن المدرس هذا وفعلا حصله قد خلاص حالته الصعبة وظروفه الصعبة وأوشك على المغادرة، وجلس معه وتعارفوا وقال له. فابتسم المدرس وقال له: الآن حان الوقت أني أعوضك. فضحك المدرس، قال له: إيش بتعوضني، بتعطيني ريال سعودي؟ فأطلع في سيارته وذهب إلى فيلا واسعة وجميلة جدا، وقال له: هذا الفيلا لك، وهذا السيارة لك، وهذا الراتب مدى الحياة لك. أعمل الخير ولا تنتظر الوقت المحدد، لا، الله عز وجل هو اللي بيعوضك وهو اللي بيجيب رزقك. وصدقني والله العظيم المؤمن كالغيث من حيث ما وقع نفع. أعمل الخير ربي بيبعد عنك مصيبة، ربي بيعوضك، ربي بيكبرك، ربي بيجيب لك مفاجأة كبيرة جدا. وللمعلومة الراجحي يعني في جينيس هذه دخل في ايش اكبر موسوعه جينيس. ايش اللي عملها الراجحي؟ اكبر مزرعه في كوكب الارض اللي هي مزرعه الراجحي في القسيم، اكثر من 200,000 نخله. هذه لله، كل انتاجها يروح يوزع للجمعيات الخيريه وللمساجد النبويه للافطارات. سبحان الله، يا رب ما أعظمك، يا الله.